ايه العقبات اللي انت مثلا كنت بتلعبي كوره ودلوقتي بقيتي صاحبه اكاديميه بتعاملي مع بنات كتير قوي، ايه العقبات اللي هم بيواجهوها البنات اللي بتلعب كرة قدم؟ هو في الاول كانوا مم. مش لاقيين مكان اصلا يلعبوا فيه. مم. دلوقتي بعد ما لعبوا مم. بقى في اهل بيقولوا ان لا، يعني البنت عايزه تلعب، مم. والاهل اللي هو لا انت هتلعبي كوره، العبي حاجه تانية. مم. وفي يعني المكان مثلا يبقى بعيد، ففي تمام. ناس مش عارفه تيجي. ده صح. بس طبعا الحاجات ديت بنحاول نحلها شويه شويه. يعني دلوقتي كان عندنا بنت باباها رافض خالص ان هي تلعب كوره، ودلوقتي ما شاء الله معانا في الفريق. آم، آه، انا برضو حابة اعرف من حضرتك ايه مثلا افكارك في تطور مثلا كرة القدم النسائية؟ يعني مثلا انت لو حابة تبقي عندك فريق، ماشي، ايه القواعد او الافكار اللي انت ممكن تبقي عايزة تحققيها عشان الفريق ده فعلا تقولي ان احنا عندنا فريق كرة قدم نسائية كويس زي بره؟ انت شايفة ان انت ممكن تعملي ايه في ده؟ هو الفريق هيبتدي من الجهاز. اوكي. يعني لازم الجهاز دوت يكون فعلا كويس. امم. المدربين واخدين شهادات من بره مصر قبل من جوه مصر، علشان يعني في فرق. نفسي نبقى واحد ايوه. بس يعني ويبقى في دكتور موجود دايما. يعني احنا عندنا البنات اللي بتتصاب بتبطل كوره اه بالظبط، ده بسبب ان حقيقي. هي ما بتتعالجش اساسا صح. اه. ويبقى في الاعداد البدني مهم مهم مهم، نفسي امم. يبقى موجود في كل الفرق. امم. فده اكيد هيبقى موجود. امم. يبقى في نظام للعيبه، في وقت للنوم، في نظام غذائي، كل الكلام ده. هو في فرقه واحده بس في مصر هي اللي عامله الكلام ده، امم. وما شاء الله ماشيه كويس جدا. آه. بسبب ان هم بيعاملوهم زي الفرق اللي بره بالظبط. حتى امم. فتره الاعداد بتاعتهم بتبقى بره مصر. امم. فاعتقد ان لو عملت ايوه. حاجه هبقى مركزه ان انا اخليها زيها زي اللي بره مصر.